السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في الحصة التانية من حصص التأسيس بتاع الجريد 5. مكملين مع بعض الريفيجن اللي كنا بنتكلم عليها. السؤال اللي بعده بيقول لي عايزين نعمل كومبير ما بين الديسيمال اللي عندنا دول. طيب خلي بالك، علشان وانت بتعمل كومبير ممكن ينضحك عليك. يعني واحد يقول لي هنا ايه، هنا في 2 ديجيتس وهنا في 1 ديجيت، فيبقى ال 2 ديجيت اكبر من ال 1 ديجيت. لا، ما بتتحلش كده يا حبيبي. انت الاول بتبص على البليس فاليو اللي فيها الارقام. يعني ايه يا مستر؟ يعني هنا الزيرو ده موجود فين؟ في الوانز، والزيرو ده موجود في الوانز قد بعض. انقل على اللي بعدها، الفور دي موجوده فين؟ في التنسز. طيب الفايف دي موجوده فين؟ في التنسز. يبقى الرقم اللي موجود في التنسز هنا اكبر من الرقم اللي موجود في التنسز هنا. مش محتاج اكمل وابص على المساله. او ممكن تقول ايه؟ ممكن هتقول لي يا مستر هي مش هي 0.45 دول هنا في 2 ديجيت وهي هنا 0.5، ما انا ممكن احط لها زيرو عادي، مفيش اي مشكله. في الديسيمال لو حطيت زيرو على الرايت مفيش اي مشكله، يبقى ال 50 اكبر من ال 45. طيب بعد كده بقول لك 9000 thousands و9 مليون. حلو السؤال دوت. طب يا مستر مش في كلمه؟ طيب تعال نشيل كلمه 1000. كلمه 1000 بتتشال ويتحط مكانها 3 زيرو، وانت اصلا الرقم عندك فيه 3 زيرو، يبقى الرقم بتاعك او النمبر بتاعك 9 مليون. طب ما هنا 9 مليون، يبقى الاثنين ايه؟ ايكوال. الاثنين ايكوال. بيقول لك عايزين نعمل كومبير ما بين عمليه السبتراكشن دي وعمليه الاديشن دي. طب دي مسالتين، يعني دي تعتبر مسالتين في مساله واحده. هعمل ماينس عادي واطلع الناتج هنا. ابدا الاول من الوانز، 3 ماينس 9 ات كانت بي. اروح اعمل بورو من ال 6 هتبقى 5 وال3 هتبقى 13. 13 minus 9 equal 4. طيب دي بقت 5، خلي بالك ال 6 دي بقت 5. ما ينفعش اقول 5 minus 8. اروح بعد كده على الزيرو، هعمل برو مش هينفع. طيب اروح بعد كده على ال2. ال2 اما اعمل برو منها هتبقى 1. لا احنا ممكن نحل المسألة دي بره علشان محتاجة مساحة. طيب هو بيقول لي، طيب احنا نقلناها هنا عشان بس نبقى مساحة لنفسنا، ندي مساحة لنفسنا. تمام. احنا قلنا 3 minus 9 it can't be. هعمل برو من ال 6، فال 6 هتبقى 5 وال 3 هتبقى 13. 13 minus 9 equal 4. 5 minus 8 it can't be. اروح اعمل برو من الزيرو، الزيرو ما فيش معاه حاجه، اروح اعمل برو من ال2. خلي بالك عشان ما تتلخبطش، ال2 ما اعمل برو منها فال2 هتبقى 1. ال1 اللي هيجي هنا الاول دي هيدي، يخلي دي 9. تمام. وبعد كده دي هتبقى 15. دي هتبقى ايه؟ 15. ما تتلخبطش وركز في الحته ديت، مهمه جدا. يا مستر انا مش فاهم، تعال هنا فاهمها لك في في جنب اهو. انا عندي 2 0 6. خلي بالك ده الرقم، بس انا اختصرته كده علشان بس تفهم يعني انا عملت بورو ازاي. احنا اصلا كده كده خدنا من ال 6 1 خليناها 5 علشان نكمل ال 13 دي. طيب جينا بقى نعمل نقول 5 5 minus 8 it can't be. تمام. فروحنا نعمل برو من الزيرو، لقينا الزيرو مش معاه حاجه، هنعمل برو من التو، فالتو هتبقى 1 والزيرو ده هيبقى، خلي بالك الزيرو ده هيبقى 10. الله، طب ما هو لسه الفايف صغيره، انا عايز اكبر. فنقول ايه لل10؟ يا تنسى اللي فينا 1 وخليك انت 9، وال1 يجي قدام الفايف يخليها 15. فعشان كده عملتها بالمنظر اللي قدامك ده. ال 15 ماينس 8 ايكوال كام؟ ال 15 ماينس 8 ايكوال 7. بعد كده 9 ماينس 5 ايكوال 4. بعد كده 1 ماينس 4 it can't be. اروح اعمل برو، ال 8 هتبقى 7 وال1 يجي جنب ال1 يخليها 11. 11 ماينس 4 equal 7 و7 ماينس 1 equal 6. مسألة حلوة، مسألة حلوة، ومسائل جريد 5 معظمها كده. يبقى الناتج بتاع 67474. 474. ده الناتج الأولاني. المسألة التانية أعمل لها أنا خلي بالك كل ده بعمل كومبير. 6 بلس 8 equal equal 14. أحط الفور وكاري أب ال1. ال1 يجي على 9 يخليها 10. 10 بلس 6 equal 16. أحط ال 6 كاري أب ال1. ال1 يجي على 8 يخليها 9. 9 بلس 5 equal 14. تمام. احط الفور وكاري اب ال1. ال1 يجي على ال5 يخليها 6. 6 بلس 1 equal 7. بعد كده 3 بلس 3 equal 6. طيب تاني نراجع عليها. 6 بلس 8 equal 14. احط الفور وكاري اب ال1.
ال1 يجي على 9 يخليها 10. 10 بلس 6 equal 16. احط ال 6 وكاري اب ال1. ال1 يجي على 9 على 8 يخليها 9. 9 بلس 5 equal 14 وكاري اب ال1 يبقى 6 ب1 مظبوط. طيب نيجي نقارن او نعمل كومبير. هنا 6 وهنا 6، هنا 7 وهنا 7، هنا 4 وهنا 4، هنا 7 وهنا 6، يبقى خلاص ده اللي هيديني ايه اكبر من ده. طيب نفس الكلام عايز اعمل كومبير. طب يا مستر ايه ده، احنا خدنا التايم ده في جريد 4 في الترم الثاني. كنا بنعمله ازاي؟ ركز معايا. 187 اهو، 187 ملتبلاي باي 4. تشد خط وركز معايا في اللي هيحصل دلوقتي. الفور هعمل لها تايمز في ال7، كنا بنعمل التايمز ده تمام. الفور بعمل لها تايمز في ال7، بعد كده الفور بعمل لها تايمز في ال8، والفور بعمل لها تايمز في ال1. وركز وانت بتعمل الفور تايمز 7 بكام؟ ب 28. 20 ايه 8 تمام. احط ال8 وكاري اب الايه ال2. ركز معايا. 7 تايمز 4 ب 28. حطيت ال8 وعملت كاري اب ل2. اركن ال2 بقى دلوقتي. قول 4 تايمز 8 بكام؟ 4 تايمز 8 ب 32. 32 ومعايا 2 يبقى 34. احط ال4 واعمل كاري اب ل 3. طيب 4 تايمز 1 بكام؟ ب 4 ومعايا 3 يبقى الناتج 7. تمام. تاني يا مستر، تاني يا مستر عشان احنا متلخبطين. تعالى ناخدها 235 تايمز مثلا تايمز 4. ماشي، بنعملها ازاي؟ طيب 4 تايمز 5 ب 20. احط الزيرو كاري اب 2. 4 تايمز 3 ب 12. 4 تايمز 3 ب 12. 12 معايا 2 14. احط ال 4 كاري اب ال 1. 4 تايمز 2 ب 8. 4 تايمز 2 equal 8. 8 ومعايا 1 يبقى 9. سهلة خالص. يبقى المسألة بتاعتنا اهيت، الناتج بتاعي يبقى 748. يبقى دي هتديني 748. ودول اعمل لهم بلس لبعض او اعمل لهم، هو الرقم مكتوب بالاكسباندد هيبقى 748، يبقى الاثنين ايكوال. طيب find the result. 0 plus 6 equal 6. دي بلس، مسألة بلس عادية خالص. 7 plus 8 equal 15. احط ال 5 وكاري اب ال 1. ال 1 يجي على ال 4 يخليها 5. 5 plus 3 equal 8. 5 plus 2 equal 7. يبقى الناتج 7856. مسألة تايم زي اللي احنا خدناها بس 2 digits. طيب 4 times 7 ب 28. احط ال 8 وكاري اب ال 2. 4 times 2 equal 8. 4 times 2 equal 8 ومعايا 2 يبقى الناتج 10. طيب نيجي بقى للايه، للمسألة المهمة بتاعتنا. مسألة اللونج ديفيجن. مش عايزك تتخض أول ما تسمع اللونج ديفيجن، الموضوع سهل جدا والموضوع صدقني بسيط. طيب علشان تعمل اللونج ديفيجن هناخد أول رقم من الشمال نعمل له ديفايدد على الديفايزر. 7 ديفايدد 3. اعمل تايم تيبل لل3. تعالى في جنب كده اعمل 3 تايمز 1 ايكوال 3. 3 تايمز 2 ايكوال 6. 3 تايمز 3 equal 9. 3 تايمز 4 equal 12. كفاية لحد كده. طيب ال7 لما عملها ديفيجن على 3 ايه أقرب حاجة لل7 اللي هي 6؟ طب مين اللي بيديك 6؟ اللي هي 2. يبقى تحط 2 فوق وتحط 6 تحت وتعمل ماينس. 7 ماينس 6 equal 1. equal ايه؟ 1. بعد كده أعمل دروب. أعمل ايه؟ دروب. ماشي، بقى الرقم الجديد بتاعي كام؟ 13. طيب كمل كمان واحدة. 3 تايمز 5 بكام يا مستر؟ 3 تايمز 5 ب 15. ايه أقرب حاجة لل 13؟ ال 12. طيب مين اللي بيديك 12؟ اللي بيديني 12 اللي هي ال 4. يبقى أحط 4 فوق وأحط 12 ثانية واحدة وأحط 12 ايه؟ تحت. طيب يبقى أحط هنا 12. أعمل ماينس 13 ماينس 12 ايكوال 1. وبعد كده أعمل دروب لل5 هتدينا 15. طيب 15 ديفايدد 3 ايه اقرب حاجه لل 15؟ اصلا اوريدي انا عندي 15 اللي هي ايه؟ 5. يبقى احط هنا 5 واحط هنا 15 واعمل لهم ماينس في الاخر هيدينا 0. يا مستر انا مش فاهم، ركز معايا بس. هو 735 ديفايدد 3 اهي. 735 ديفايدد 3. ماشي، في 4 ستيبس او 4 ستيبس. يعني هو انا عندي 4 خطوات
بعملهم في عمليه اللونج ديفيجن. اول حاجه بتعمل ديفيجن، يعني خدت 7 عملت لها ديفايد لل 3، اللي هو ايه، قلنا ان اقرب حاجه تطلع لي في جدول ال 3 قريبه من ال 7 اللي هي ال 6. طب مين اللي بيديك 6؟ اللي هي 2. طيب يبقى احنا قلنا كده دي اول خطوه اللي هي 7 divided 3 equal 2. 7 divided 3 equal 2. طب خد بقى ال 2 اللي طلعت لك فوق ديت اضربها في ال 3 او اعملها تايمز في ال 3. 2 times 3 equal 6. ماشي، يبقى تاني خطوه عملناها الرقم اللي طلع لنا فوق دوت في الكوشنت عملنا له تايمز في الديفايزر. طب الخطوه اللي بعد كده قمنا شادين خط وقمنا عاملين ماينس، يبقى الخطوه اللي بعد كده بنعمل ماينس. 7 minus 6 equal 1. الخطوه اللي بعد كده بعمل دروب. بعمل ايه؟ دروب، يبقى بنزل، بعمل دروب للايه، للرقم اللي بعديه اللي هو 13. طب اقرب حاجه لل 13 في جدول ال 3 اللي هي 12. طب مين اللي كان بيدينا 12؟ اللي هي ال 4. طب يبقى ده الديفيجن اللي هي 13 divided 3 equal 4. 13 divided 3 equal 4. بعد كده باخد ال 4 بس لوحدها بعملها تايمز 3 هتدينا كام؟ 12. شد خط واعمل ماينس، هيدينا الناتج هيدينا كام؟ 3 ماينس 2 بايه؟ ب 1. ماشي. طيب هنصغر الشاشه شويه عشان ايه نشوف. طيب بعد كده هنعمل دروب لل5 جنب ال1 هنا تبقى 15. فايه في جدول ال5 جدول ال3 بيديك 15 اللي هي ال5، يبقى ده الناتج بتاعك هيديك هنا 15 لان ال5 اللي بتطلع دي بتضربها برضو في ال3. 5 times 3 equal 15 ونعمل لهم ماينس فالناتج هيكون ايه؟ 0. كده المسألة بتاعتك خلصت. اللي طلع ده اسمه كوشنت. تمام. وال3 دي كنا بنقول عليها ديفايزر وده بنقول عليه ديفيدند. اظن الموضوع يعني بسيط وانتوا شطار وعشان هنحتاجها كتير في جريد 5. طيب الوورد بروبلم مهمة جدا، تتعود تحل الوورد بروبلم. باسم reads books in a series of mysteries. يعني مش لازم تترجمها بس انا هترجمها لك عادي، يعني انا ما فهمتش. هو باسم بيقرا كتاب. طب بس هنا الترجمه بيقول لك ان هو باسم بيقرا كتب في سلسله الغموض، يعني جايب شويه كتب بتتكلم عن الغموض والالغاز والحاجات الغامضه وكده. طيب هو بيقرا كتب كتيره مش كتاب واحد، يعني each book كل كتاب بيقراه has 128 pages. كل كتاب بيقراه فيه 128. طيب how many pages will باسم read if he finished 9 of these books؟ طب هو خلص من البوكس دي خلص 9. تمام. خلي بالك عشان تفهم في hidden question اللي هو بيعرفك which operation you should process. تمام. يعني اي عمليه حسابيه المفروض ايه تعملها. انا عندي المالتيبليكيشن والديفيجن والاديشن والسبتراكشن. طيب يا مستر هو بيقول لي هو بيقرا بيقرا شويه كتب، الكتاب الواحد فيه 128. طب لو قرا 9 بوكس، يعني لو هو if he reads 9 books يبقى هو هيقرا كام صفحه؟ طب ما انت هتقول لي كده هاخد ال 128 اعمل لها تايمز 9. بالظبط زي بقول لك ايه، انت رايح تشتري ماما قالت لك مثلا في اول الدراسه روح المس مثلا عايزه كشاكيل، فانت بتقول لها يا ماما المس عايزه 9 كشاكيل والكشكول الواحد 60 صفحه، فانت كده عايز تعد الصفحه كلها بتاع الكشاكيل مثلا يعني، يبقى انت كده 9 تايمز 60 او 60 تايمز 9 مش هتفرق. تمام. هو نفس الكلام هنا. الراجل بيقول لك بيخلص 9 كتب والكتاب الواحد فيه 128، فهو عايز يقرا كام صفحه كلهم. تمام. يبقى 9 تايمز 8 بكام؟ ب 72. احط ال 2 وكاري اب 7. 9 تايمز 2 ب 18. 9 تايمز 2 ب 18. 18 و 7 18 بلس 7 كام؟ 8 بلس 7 50 يبقى 25. احط ال 5 وكاري اب الايه؟ ال 2. بعد كده 9 تايمز 1 9 تايمز 1 ايكوال 9. 9 تايمز 1 ايكوال 9 ومعايا 2 يبقى 11. يبقى تقول له كده اهو باسم reads، باسم بيقرأ 1152
pages عشان هو بيسأل السؤال بيقول لك how many pages كم عدد الصفح. تمام. ده كده يعني الجزء بتاع الريفيجن الاولاني خلص. عايزكم تركزوا على يبقى احنا محتاجين نركز على المالتيبليكيشن كويس جدا 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 جدا. لازم نكون حافظين التايم تيبل كويس. مش بس كده، يعني انت ازاي تعرف تعمل رقم 1 ديجيت تايمز 1 ديجيت لازم تكون عارفها، وازاي تعرف تعمل 3 ديجيتس تايمز 1 ديجيت. تمام. او 2 ديجيت تايمز 1 ديجيت. لازم تعرف تعمل الكلام ده كله. تمام. لازم تعرف تعمل الديفيجن البسيطه، يعني مثلا اقول لك 6 ديفايدد 3 تقول لي ايكوال 2، دي الديفيجن البسيطه. وازاي تعمل ديفيجن ل 2 ديجيتس على ديجيت واحد، يعني بقول لك مثلا ايه 62 ديفايدد 2 ماشي، او دول 2 ديجيت على ديجيت. وازاي تعمل 3 ديجيت او 4 ديجيت، يعني زي اللي خدناها من شويه اهوت، مثلا اقول لك ايه 738 مثلا ديفايدد 5 مثلا. يعني ازاي تعمل 3 ديجيت على 1 ديجيت. لازم تكون مركز في الحاجات دي عشان هنحتاجها في جريد 5 كتير جدا. اشوفكم الحصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.